تخيل تصحى الصبح تفتح السوشيال ميديا فتلاقي ناس بتقولك اسحب فلوسك من البنك بسرعة، وناس تانية بتأكد انه في أزمة سيولة وان ماكينات الاي تي ام واقفة والبنوك مش قادرة توفر الكاش للناس. في اللحظة دي هتسأل نفسك سؤال واحد: هل فعلا فلوسنا في خطر، ولا في حد بيحاول يزرع الخوف والذعر بين الناس علشان يعمل أزمة من لا شيء؟ الغريب ان اخطر حاجة ممكن تهدد اي قطاع مصرفي مش نقص الفلوس، لكن خوف الناس نفسها، لان مجرد شائعة واحدة ممكن تخلي آلاف الاشخاص يجروا يسحبوا اموالهم في نفس الوقت، وساعتها بتبدأ الأزمة الحقيقية. فهل اللي حصل قبل العيد كان مجرد ضغط طبيعي على ماكينات الصراف الآلي، ولا كان في خلل أكبر من كده؟ وهل فعلا القطاع المصرفي المصري قوي وآمن زي ما بيتقال، ولا في حقائق تانية محدش بيتكلم عنها؟ تعالوا نفهم القصة من الأول، بعيدا عن التهويل وبعيدا عن التطمين الأعمى، وبالأرقام والوقائع. بس قبل ما أحكي لك الحكاية ما تنساش تتأكد إنك عامل لي فولو سبسكرايب، علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصة مع إسلام أنور. يلا بينا نبتدي الحكاية. مبدئيا كده مصر بتمتلك قطاع مصرفي قوي جدا، لا هو قايل للسقوط ولا في ثغرات. طب فلوسنا في البنوك هنعمل فيها ايه؟ هتسيبها يا فندم في البنك زي ما هي واطمن فلوسك امنه. طب واللي حصل في موضوع الاي تي ام اللي كان قبل العيد، هو ده مش مؤشر خطر ان مفيش سيوله في البنوك؟ تعالى واحده واحده اطمنك. اولا، احد مشكلات مصر في الالفينات اننا كان عندنا سيوله بزياده قوي، فكان عندنا تضخم خفي احنا مش حاسين بيه، لان الاسعار كانت معقوله ومعظمنا قادر يعيش كويس، وما كانش عندنا رقيب على البنك نوت، واتجهنا لطباعه الفئات الكبيره زي ال50 وال100، واللي طبعا وقتها كانت كبيره بس الله يرحمها ايام. بقى السيوله دي موجوده في البنوك وفي حركه دوران الاموال اليوميه في الاسواق. البنك نوت ده بيتهالك، فبتاخده البنوك ترجعه للبنك المركزي تحت بند هالك، وتستلم بنفس المقدار طباعه جديده. يبقى هنا انت حجم السيوله عندك امن. حجم الطلب على البنك نوت بيزيد بزياده التعداد السكاني، فانت بعد ما بقيت تحت رقابه الصندوق ما بقتش الطباعه عشوائيه، انت ليك 250 مليون جنيه من جميع الفئات سنويا لاستعواض الهالك ومواجهه النقص. ال 250 مليون دول الحد الاقصى، يعني انا لو عندي هالك 100 مليون يبقى مش هطبع ال 150 مليون. وبعد خطوه البوليمر للفئات الصغيره خفضنا تكلفه طباعه العمله وكمان الهدر. والبوليمر للي مش عارف دي العملات الورقيه الجديده اللي موجوده دلوقتي بخامه شبه البلاستيك، مش زي العملات الورقيه بتاعتنا الاولانيه. ورغم ان تكلفه انتاجها اعلى من الورق، ولكن هي بتعيش اضعاف العمله الورقيه، وده ساعد في تقليل الهالك، وبالتالي الدوله مش بتحتاج تطبع كميات كبيره من العملات الورقيه زي الاول. طب هتقول لي ايه الدليل ان انا ما عنديش ازمه سيوله في مصر ومش هواجه الازمه دي؟ في حاجه يا سيدي الفاضل اسمها الكوريدور. طب ايه هو الكوريدور ده؟ ده يا سيدي اعتبره كده زي اجتماع جرد بيعمله البنك المركزي لكل البنوك اللي في مصر كل يوم 3 من كل اسبوع، وبيسحب منهم السيوله الزايده عندهم. طيب ليه؟ علشان السيوله الزايده بتقلل قوه العمله، فبتؤدي لتضخم نقدي بياخدها هو عنده في شكل ودائع لمده اسبوع، وبيقدروا يسحبوا منها او يزودوا عليها على مدار الاسبوع، وبياخدوا عليها فايده يوميه. ومفيش مره اتعمل اجتماع الكوريدور ده وما كانش فيه زياده سيوله. اقل مره المركزي بيسحب فيها بيكون 400 مليار جنيه، وكتير بنكسر التريليون جنيه، وده معناه انه مفيش ازمه سيوله مطلقا. طب هو ايه اللي حصل في ماكينات الاي تي ام قبل العيد؟ ده محمد الاتربي قال ان المصريين السبب وهم اللي اكلوا الجبن، وسحبوا 9 مليار جنيه في يومين. وبعدها طبعا مطبلتيه ولجان السوشيال ميديا حسسونا اننا ضيعنا الدنيا. هو بس مبدئيا من يوم تعويم 6 مارس الاسود ومحمد الاتربي ما عندوش شغلانه غير انه يبرر اي حاجه للاداء المصرفي، عشمان يا عيني يمسك محافظ البنك المركزي وخايف انهم يركبوا عز العرب مكانه، وهو اصلا عز العرب مش عايزها. فبلاش التبرير ومشيها التبرير علشان الرقابه. لا الشعب غلطان ولا الشعب عمل حاجه اصلا. لو 9 مليون مواطن اصحاب المعاشات اللي هم 11 مليون و800 الف قرر ان كل واحد منهم يسحب 1000 جنيه، دول ال9 مليار بتوع الاتربي. اي ازمه يا عزيزي بيتعمل لها حاجه اسمها تقدير موقف، وده في اي دوله. طب تقدير الموقف هنا بيقول ايه؟ اجمالي حجم المعاشات المنصرف لاصحاب المعاشات 42 مليار شهريا. طيب تزامن صرفها مع صرف رواتب العاملين بالدوله يوم 25 من كل شهر اللي حجمها 56.5 مليار
مليار جنيه، واللي تزامن صرفها مع حلول عيد الأضحى وهو موسم نقدي لسحب زيادات انفاقية وتحويلات من الخارج، واللي قيمتها تقترب من 80 مليار جنيه. لو قارنا بظروف العام الماضي يبقى انت الماكينات بتاعتك كان المفروض يبقى فيها كام؟ 80 زائد 56 ونص زائد 42 مضروب في نصف قيمة الكل زائد إجمالي القيمة. هي دي معادلة تغذية الاحتياجات النقدية، وده ما حصلش. ندور بقى ما حصلش ليه، ومين اللي أعطى الأمر إن ده ما يحصلش، ويا ترى كان غرضه إيه؟ طب هو احنا نظام تغذية الماكينات عندنا إيه؟ عشان برضو الهبدة بتاعت نخنوخ وبغبوخ وفالكون وزفت. طارق عامر الله يعمر بيته ويحفظه في أكتوبر 2020 أسس شركة ايجي كاش، شركة بيملكها البنك المركزي مسؤولة عن ماكينات الصراف الآلي. الشركة دي بتاخد احتياجات الماكينات المالية من البنوك وتتولى نقلها للماكينات، وبيتعاون معاها مجموعة شركات زي أمانكو وفالكون وسوات وتارجت، لكن هي الأساس. وشغلها مش مقتصر على تغذية الماكينات ونقل الفلوس بس، لا ده طارق عامر أسس حاجة اسمها مراكز الكاش، ودي أماكن مشفرة بتستلم الكاش وتراجعه، وفيها ناس بتعمل تأمين وحصر لاحتياجات الماكينات، وفيها سيستم تكنولوجي دقيق جدا رابط كل ماكينات السحب بمراكز الكاش. ولو أي ماكينة في أنحاء الجمهورية طاقتها انخفضت عن 15% بيظهر رسالة تحذيرية على السيستم، فبتتوجه عربة نقل النقود للماكينة وبتقوم بتغذيتها. ولو أثناء النهار البنوك بتتولى التغذية لحين وصول الشركة لو معاهم المفتاح التأميني للماكينة. ولو في الليل التحرك بياخد من 6 ل 8 ساعات علشان الإجراءات الأمنية والرقابية. ايجي كاش بيكون عندها احتياطي نقدي بيكفي ل 72 ساعة ومتسلم لها من المركزي، فهنا لا عندك أزمة سيولة في البنوك ولا عندك أزمة في شركة نقل الأموال. وجي دلوقتي ميعادنا مع سؤال الهوم ورك، اذكر فين السوسة اللي نخورت وتسببت في الأزمة السالف ذكرها. نيجي بقى للعبة الزبالة اللي بتتلعب. هو أنت مفكر يا عزيزي إنك لما تنزل تسحب فلوسك من البنك دي شطارة؟ لا يا حبيبي، إحنا كده بنعمل مصيبة سودة في البلد. طيب ليه؟ فلوسك اللي عند البنك مش محطوطة أكوام في الفسحة، دي شغالة بره في قروض تمويلية وفي مشروعات يديرها البنوك وفي تمويلات عقارية، والعوائد اللي بتيجي منها هي اللي بتغطي الفوائد اللي انت بتحصل عليها وبتغطي السيولة النقدية المطلوبة للأسواق. طب لو كلنا قررنا نسحب فلوسنا مفيش فلوس طبعا توفي الغرض، يبقى هيحصل ايه؟ انهيار كامل للقطاع المصرفي، وده هيخلق حالة من عدم اليقين، فالمستثمر بتاع الأموال الساخنة يجري يسحب فلوسه هو كمان، وده طبعا هيعمل سقوط مالي، وده اللي بيسعى ليه ولاد المتضايق. طب هل ينفع احنا ننولهم ده بايدينا؟ اربط تفاصيل الأزمة دي بالتحريض على سحب الأموال من البنوك، هتفهم ان كل ده بفعل فاعل. ارجوكم حكموا عقلكم، القطاع المصرفي المصري آمن جدا، بلاش احنا اللي نديهم مبرر لأذيتنا. انا متفهم ان كل الجبهات بتتفتح علينا في توقيت واحد، ريكاردو وإيزاك شغالين بأقصى سرعة، لكن لما نلاقي جدار يريد ان ينقض لازم نعمل زي سيدنا الخضر عليه السلام ونجري نبنيه علشان ما نخليش الظلمة ينالوا غرضهم منه. ربنا يكفي مصر شر خونة الداخل فيها وينتقم لها منهم يا رب. ودايما وابدا تحيا مصر وسلام عليكم.